أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام. تخلد الجالية المغربية المقيمة في سويسرا الذكرى الأربعين لتنظيم المسيرة الخضراء سنة 1975 في ظل العديد من التطورات الإيجابية التي عرفها ملف قضية الصحراء المغربية، ولعل أبرزها مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب والذي لقي تأييدا إقليميا ودوليا، وكذا الدور الذي أصبحت تلعبه الدبلوماسية الموازية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية في التعريف بقضية الصحراء المغربية. شعبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم. بهذه الكلمات الخالدة للراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، عشية انطلاق المسيرة الخضراء لبى نداء الوطن 350 ألف مغربي ومغربية من كل ربوع المملكة، خرجوا في صفوف متراصة سائرين في نظام وانتظام في اتجاه الصحراء المغربية لتحريرها من قبضة المستعمر الإسباني واسترداد حق السيادة المغربية لصحرائه دون إسالة قطرة دم أو إزهاق نفس واحدة. نحن كمغاربة العالم المقيمين بسويسرا نرى أنه من واجبنا التعريف بقضية الصحراء المغربية للمجتمع المدني السويسري، والذي نعلم أنه يؤثر بقوة في اتخاذ القرار السياسي بالنسبة للمؤسسات الرسمية. كما نقوم بشرح مقترح الحكم الذاتي للسويسريين باعتباره الحل الأنسب لقضية الصحراء المغربية الذي لقي رفضا من قبل أعداء الوحدة الترابية. ويؤكد مغاربة سويسرا وهم يخلدون هذه الذكرى الغالية على قلوب الشعب المغربي عزمهم على مواصلة التعريف بقضية الصحراء المغربية وبمبادرة الحكم الذاتي من خلال الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني السويسري وتصحيح مواقفها وتقديم تصور واضح ودقيق لها حول قضية الصحراء المغربية وتبني المقاربة المغربية الرامية إلى إنهاء الصراع في المنطقة عبر إعطاء الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية وفق الشروط والمواثيق الدولية. ستادير رجل سياحة، يعني بالنسبة للموضوع نتاع الصحراء كنلقاو مشكل كبير باش نعرفوا ستادير الملف نتاع الصحراء عند الناس السويسرا، وهذا الدور نتاع السفارات، الدور نتاع هاد الناس اللي ما عندناش حنا موجودينش، ما موجود لا سفير، ما موجود لا يعني اشياء اللي كتعرف بالقضيه ديالنا هنا في سويسرا، يعني قريب من الامم المتحده ومن حقوق الانسان، مكتب تاع حقوق الانسان هنا في جنيف. احنا كيولي الدور ديالنا حنا كسياحيين باش كنعرفوا اكثر الناس اللي كيجيو وكيبغيو يمشيو للمغرب. اولا ولينا كنعرفوا بالداخله، لان كوجهه سياحيه رياضيه ولات معروفه يعني عالميا. اذا كيكون عندنا حنا واحد الدور يعني ثاني عوض السفاره، حنا اللي كنعطيو يعني المعلومات كافيه على الصحراء وعلى المغرب يعني بصفه عامه. حنا هما السفراء نتاع المغرب يعني في سويسرا، ماشي السفاره، لان السفاره لا وجود لها في سميتو في سويسرا. وأكد ممثلي جمعية الجالية المغربية المقيمة بالخارج الموقعين على ميثاق بوجدور لسنة 2009 عزمهم وانخراطهم في الدفاع عن شرعية وعدالة قضيتهم وتجندهم في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، داعين في نفس الوقت المسؤولين المغاربة المكلفين بملف الصحراء إلى تأطير الجالية المغربية المقيمة في الخارج والعمل على تعزيز التمثيل الدبلوماسي وتفعيله بطرق احترافية وفتح قنوات للتواصل على المستويين الحكومي والغير الحكومي مع البلدان التي بها تواجد مؤثر لأفراد الجالية المغربية للتعريف بمبادرة الحكم الذاتي والمؤهلات الاقتصادية للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وحنا اخذنا على العاتق ديالنا من خلال اللقاء اللي عملنا في مدينه بوجدور. انا كنت من الموقعين على الوثيقه بوجدور كفاعل جمعويه بسويسرا، يعني بالتعريف بهذه القضيه. والحمد لله فيه يعني اتصالات مع الاخوه الموجودين في السويد وكذا دوله في اوروبا وحتى امريكا، يعني اللي كيف الواحد يعمل مجهودات حتى يعرف بهذه القضيه، وحيت في واحد العدد ديال الناس يعني ماشي مطلعين على المشاكل اللي موجوده فعلا في الصحراء. والمغرب يعني عمل جهود جباره يعني بتنميه المناطق الجنوبيه، والتي تعتبر جزء لا يتجزا من الوحده الترابيه، وحنا يعني فخورين برجوع هذه المناطق من 1975 إلى حظيرة الوطن. أن كيف يعقل أن بلد كسويسرا ما عندنا سفير لمدة 3 سنوات، وهذا عيب وعار. ما عندنا أي واحد لو تتصل بهم ما في أي واحد ممكن يفيدك في أي نقطة، والواحد كل تحركات يعني كي يعملها الواحد للفرد وبعض الإخوة اللي كيساندونا في هذا الملف جزاهم الله خير. ويمثل مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الحل الأمثل لإنقاذ سكان مخيمات تندوف من فظائع الاحتجاز والظلم ومنحهم حياة كريمة ومستقبل مشرق في مواجهة وضعية الجمود المفروضة من قبل الجزائر وصنيعتها البوليزاريو، والتي تسعى إلى نسف كل تسوية ممكنة وإدامة النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية إلى أطول مدة ممكنة من أجل توجيه أنظار الشعب الجزائري عما يجري داخل الساحة الجزائرية من أوضاع اجتماعية مزرية تحت قيادة جنرالات قسر المرادية.